اللي يبقى عمال بقول يا جماعة اهوت عشان نولعوه، نعملوا عليه بطاطسين، نعملوا عليه أي حاجة. والجاز اللي في الكوبانيه دي يعني أي جاز يمشي عليه، يعني ما مش زور أبيض ولا اللي بيقولوا عليه دي. مش زور أبيض اللي بيقولوا عليه دي. حط كده حلو أوي عشان لما نعوزه تاني كده حلو ومليان اهو. تاني شوية كمان باين اهو. اللي هم يا جماعة دي اللي هو ايه اللي كان منه صفيح دلوقتي بلاستيك اهو، بلاستيك. شوف يعني حاجات الشيء لزوم الشيء على رأي الناس، الشيء لزوم الشيء ده بقى ايام جدودني. والله العظيم والله العظيم الواحد بيحس بالامان لما يعامل الحاجات بتاعت زماننا تاني. والله يحس بامان اهل الاماعه. 10 جنيه 3 ولا 4 استعملهم حتى في زيت في جاز في كل حاجه. عيل اسوس اصفي بيه العيل اسوس في رمضان. لازم ايه مش نربطه كده وخلاص، لا لازم. والله حطيت الشطه كلها نحط عليه سنة كده عشان بس ايه ما يهويش. وده مفتاح الايه نروح ايديهم او في جاز اهو. نولع ورقة ولا حاجة كده يسخن بقى اهوت، لسه هيسخن كده. ده احنا البقر ديت كانت ايام زمان، انا جاهز هات الاكل. كانت ايام زمان كنا مش تحبي بس عايزه والله ما بتحبي. صبحتها سليم اكلني معاه ازاي وتحته عيني خلص. كنا ايام زمان كل حاجه بنعملوها على البابور دي. شطه ما حطهاش. سخنوا ميه في الشتاء دي على البابور، نسخنوا حله ميه حمل عيال نغسلوا راسهم يشطفوا. مش تحبي والوناسه دي يا جماعه ايه لازم يكون في جنبكم وناسه دي عشان ايه ما تستهلكوش الكبريت. وناسه زي دي كده ما تستهلكوش الكبريت، تبقى قايله كده تسلكوا بابور تولعوا، تبقى جنبكم واطيه كده تبقى محطوطه اهي مفيهاش اي خطوره ولا اي حاجه. بصي عملتها طويله نقيدوا منها ورقه نولعوا بقى البابور كده بدل ما نولعوا كل شويه كبريت. انت بتاكل واحده تحبني؟ طلبت تليفون ايه؟ ايه ماما نسيت؟ انت عايزه ايه؟ خلاص حلو ما شاء الله. ماما انت تحبني؟ بعشقك القماشه اللي كانت فيها انا بولعه بقى عشان ما عنديش انابيب، الانبوبه فاضيه يعني بص عملي الانبوبه فاضيه. قلت بدل ما اجيب مسحه انبوبه ولا اعمل، لا جبت جاز وطلعت البابور بتاعنا بتاع زمان وانا محتفظه بيه لعيالي عشان يعرفوا اللي فيه البابور زي دي، محتفظه بيه لعيالي يعني. بدل ما مسحة بوتاجاز الصغيرين دول بخاف اولعه، لا جبت جاز ب10 جنيه جاز من العادي ده هو بتاع السولر دي ولا والله ما هو سولر ولا حاجه، ده جميل. وقلت بدل الانبوبه فاضيه رحت ايه اهي رحت مولعه الايه قلت جبت جاز وعمرته
وعندي محافظة عليه ومحافظين عليه اهو. في ايام مش هتشوف. وكمان ده عيال بيقولوا لي ياما انت فين البابور بتاع ايام زمان؟ قلت له دي بقى بتاع جدك يا ابني. ده بتاع جد. ده بتاع جدي بتاع ابويا. ابويا كان زمان بيشتغل في البوابير دي. كان ابويا بيشتغل في البوابير دي. عمال يعمل كده بتفتح النفس شويه كده وتسلكوا. خافوش منه. ما هو بدل فيه نار تحت. هو ما بيسخن ولعته ما شاء الله، ولا بيمه جاز ابيض ولا جاز اصفر ولا صوره اللي بتقول عليها دي صوره. هو الجاز دي اللي بنولعوه بيه على طول. اهم شيء ما يعني البطنيه بتاعته دي ما تبقاش معاه سجاير. وقلت بقى بدل ما الابوه فاضيه رحت جايباه ودعكته ووضبته وعيالي قلت لهم اعمل لكم الاكل اهو دلوقتي. هتعمل ايه ياما؟ قلت لهم مش هنلحقوا نطبخوا بقى، اعمل لكم بطاطسايه ومدنجانه والحاجات دي اعمل لكم عليها. في طره هنا، الطره اللي هي بتاعت دي بدل ما تشتري حمال، يعني بدل ما تجيبوا حمالي الطره بتاعته اهي. حط على الطاسه، طاسه في الفرن، طاسه مش بتاعت الزيت. حط عليه الطاسه وعن وعيالي قاعدين معايا هما. قلت لهم اجيب لكم اي لقمه يا اولاد ويوم يعدي على بكره السوق يعني. قلت لهم بكره السوق يبقى اعمل لكم محشي. لا ده حلو. لا ويا لحمة. بكره السوق بعمل لكم محشي. هنقلوا باذنجاني، وبطاطا ونتعشوا بيه. نختار بقى يعني شعبان كل سنه طيبين. شعبان رجب كل سنه طيبين. وقلت ايه؟ ده الحمد نحمروا بطاطسه يعني على بكره السوق نبقوا نطبخوا بقى. اللي عاوز يعمل محشي يعمل، اللي عاوز ياكل فراخ ياكل. انا قلنا كل حاجه غدا بس يلا الحمد لله. اهم شيء الصحه، وربنا يدينا الصحه والعافيه ويعافينا يا رب، ويشفيكوا كده ويشفي كل مريض، ويشفي كل مريض يا رب. وانت عليكم بخير. هقوم اغسل ايديا بقى عشان اجي احط البطاطس تنقلب على اذنكم. يا ما دي مخليله بقى، مخليلتين كده في برطمان اي حاجه. نفسيكم تخليله بدل ما تشتريهم تخليله في اي برطمان ان شاء الله يكون بتاع حلاوه كده واحد تاني وتخللوهم بس كفايه. وريحته حلوه كده، حلو ما شاء الله. نطلعهم بقى حتتين نخلي من ايه من دي، نخلي الجزر وخيار وليفت ما شاء الله ما شاء الله. يعني مخليه خيار مخليه يعني ايه من اللقمه لبكره. انا بكره السوق ونعملهم ونطبخهم ونهيصهم. بس انا لقمه ايه خلاص.
ده كلها بس. حسي الصينية اللي وقعت دي. دي بقى الإماعة اللي قلت لكم عليها دي، الإماعة عند أبو رام. عند أبو رام اللي هو بتاع الحاجات بتاعت العرايس دي. أصغر أم عديه شكله جميل صغنون. صغنن مش فاكر صغير. أو ده ممكن يعني شوية شوية بتاع دي. ضربك مين؟ اوعى تاكلني. حس حس. لا حول ولا قوة إلا بالله. الشطة دي تطلع علينا. معناها تشرب كل فيها شطة. مش هتطلع. هتطلع. لا ده بسيطة. مصوص. حلو يا جماعة، ولا بيهبب ولا حاجة، جميل زي ما شاء الله يعني. الله يفتح البركة يا رب بأيام زمان وخير زمان. فدا دي متاة يا جماعة، فدا دي متاة. مش لاقي عندنا البوتاجاز 6 عيون 7 عيون. طب ما هو 6 عيون و7 عيون والأنبوبة خلص. أو مثلا ما عندناش غاز، احنا يعني دارنا بالني ما فيهاش غاز. والأنابيب غالية. الأنابيب غالية. عملنا كمان مكنتين كمان أهو. قلنا إيه بدل بقول قد المرة. الواحد يعني بقول ده بينفع وقت زنق. حاجة بنعرف فيه حاجة بنعرف فيه البابور. يعني كان زمان العروسة تاخد البابور ده في الجهاز بتاعها. تقول لها ايه جبت البابور؟ تقول لها للإبل اسألوه. كان زمان العروسة بتتجهز بالبابور. كان بابور سرايط وبابور الجاز من دي. كانت العروسة بتتجهز بابور سرايط وبابور نحاس. لما يروحوا يزوروا العمر عندنا الزرع ولما في العمر بتوع زمان بتوع البلاد دي. العمر بتوع كفر عشمة كان لهم مطبخ كبير والبوابير مرصوصة فيه. وكل بابور حمالات كبيرة كده، حمالات مش يحطوا الحلة الكبيرة على البابور، لا حمالة كبيرة كده والبابور مولع تحته. ويحطوا حله كبيره كده. لا انجر بيحطوا اناجر كده. يقول لهم يا بنات خشوا ولعوا البوابير. خشوا البنات يسمروا وستات ونسوان ستات كبار كده يخشوا يولعوا البوابير ده. كل بابور الحماله قد كده وعليه الحل الكبير. واللي فيها لحمي واللي فيها لحمة راس. والعمر بتوع كفر عشمة دول الناس دول كانوا عايشين على البوابير دي. ما كانش فيه غاز. ما كانش فيه غاز. كان زمان ياخدوا البابور يقولوا ولعوه في الحمام شوية عشان الحمام يدفى على ما يستحموا. والله يقولوا ولعوا البوابير في الحمام شوية. ولعوا البابور في الحمام شويه هيدفوا لكم الحمام على ما تستحموا يا اولاد. نولعوا لهم البابور في الحمام. نولع لهم البابور في الحمام شويه على ما الحمام يدفي ويستحموا بقى. استحموا بقى يا اولاد.
كانت ايام حلوه، ايام زمان دي جميله، لا يعلى عليه. بس دلوقتي يا ولدان نسوا كل حاجه. ما تنسوناش في اللايك بقى كل سنه وانتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في اللايك. وان شاء الله هتبقى اصلا فتحة خير ان شاء الله. ربنا يعود عليكم خير يا رب. كل سنه وانتم طيبين وما نقص منكم احد. ربنا يعود عليكم خير يا رب. كل سنه وانتم طيبين. والسحور والفول. ده دي في رمضان بقى ايه، الواحد يقعد على ما القرآن يقرا كده، يكون مثلا طبخ الاكل ويسخن بقى البابور محطوط في الوسط كده، ونسخنوا العيش بقى ونسخنوا الاكل. وان شاء الله ان شاء الله كده، وباذن الله رمضان جاي على الابواب. استنظروني بقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الخير يا رب. نسحروا بقى معاكم، نسحروا معاكم وعلى صوت البابور. نسحروا معاكم على صوت البابور. ما البابور عمل اكل على طول. حلو. بقول لك البوابير دي اجدادنا كلها كانوا يطبخوا يقوموا من النوم يولعوا البوابير عشان كوبايه شاي، يسخنوا شويه ميه يغسلوا وشهم. البوابير دي جميله يعني. الله يرحم امواتنا واموات المسلمين يا رب. اهالينا كلها كانت عايشه بالبوابير. كان اتخن بيت واغنى بيت زمان. البابور ده ما يخلص من عنده. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم خير يا رب. والسنه الجايه كده تكونوا عند النبي ان شاء الله. وربنا يصلح حالكم ويكفيكم شر المستخبي، وربنا يعود عليكم خير يا رب. ما تنسوني، اوعوا تنسوني في اللايك. كل سنه وانتم طيبين. يلا بشوفوا علينا بالولي. ما تبخلوش علينا باللايك. ربنا يديكم الصحة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. حاجات كلها زي اللي يعني، بس انا بقول لكم يعني ايه على ولعة البابور، مش الاكل اكل عادي، بس انا بقول لكم على ولعة البابور يعني. اهم شيء اهم شيء يعني اهو، يعني اهم شيء نولعوا البابور يتدفوا كده يعني. نولعوا، اهم شيء ولعة البابور دي اهم شيء، مش اهم شيء اكل وشرب عليه، لا نولعوه للدفوا وكوبايه شاي. عملي قصدي يعني، عملي. اهم شيء هو عملي يعني، مش والبوابير دي كانت زمان يعني كانت عند الناس كلها. البوابير دي كلها كانت عند الناس كلها. العمد وايام زمان دي كانت جميله قوي. محدش ينسى قديمه يا ناس، يا جماعه محدش ينسى قديمه. فات قديمه تاه هيتوه في ملكوت. اللي ينسى قديمه هيتوه في ملكوت. لكن اللي افتكر قديمه افتكر اهله بتوع زمان وما يتعرضش من اهله، ربنا هيبارك له في طريقه وفي صحته. وده اهو افتح الفونيا اهو ده بقى بيحل الفونيا. المفتاح ده بتاع الفونيا، بتاع فونية البابور. نحط الفونيا كده ونتننا نحله نلف لغايه لما نحله الفونيا، نروح بقى مركبين فونيا غير. شوف مفتاح من زمان، بتاع زمان. نحطوه كده في الفونيا ونروح فاتحين ولافين عليه، مطلعين الفونيا وحاطين واحده غير، شابكينها هنا ونروح حاطينها في البابور ونروح لافين كده وروح رابطين الفونيا. حاجات جميله بتاعت زمان.
العيال حواليا دلوقتي بيحبوا ولعة البابور دي قوي. فرحانين اصلا مولع البابور ده وبعمل لهم عليه. فرحانين بيه. ايه؟ في ناس ده في اجيال دلوقتي ما يعرفوش بابور ده يعني ايه. ليه فتحوا عينهم على البوتاجاز 5 عيون، على الغاز اللي في الحيطان، على الانابيب. ما يعرفوش البابور دي. دلوقتي يعني اي حد يجي يشوف دلوقتي قاعد يقول يا جابت البابور ده منين؟ يا جابت البابور ده منين؟ مش هتشوي دي ولا ايه؟ هنشوف. هو بيشوي برضه؟ بيشوي كده؟ ونشوف من قدام ما. يا جماعة بقى نزيد شوية. خدوا بقى المدنجانة دي يا جماعة. أشوف المدنجانة دي الأخرى. بصوا والله أهالينا كانوا بيعملوا كده. لا بقى فص توم ليمونة. لا بليمونة. المدنجانة دي يعني يسوي. يعني سوي. بنعملوا كل حاجة عليه، كل حاجة نعملوها عليه. نشوي بقى المدنجانة عليه ونحط عليها ليمونة وفص توم. خلوا يا جماعة يطبقوا عليه. ايه رأيكم؟ صح نخليه. جميل. مخيل. مخلل. أنا مساحة مخللة وهي المدنجانة المشوية دي. خلاص صح. فاضل المدنجانة يا ولاد وخلاص. يعني ما نغلبوش يعني الناس بتوع زمان دول ما بيغلبوش. طب لو ما فيش بابور زي دي عندنا فلاحين يعني يروحوا جايبين راكية وحاطين حديدة هنا وحديدة هنا على الكانون، ويروحوا حاطين المدنجانة زي دي أو طاسة ويحمروا ويعملوا. يعني ما كناش حاطين في دماغنا خالص بوتاجازات ولا غاز ولا الحاجات دي. كانت عيشة زمان دي كانت جميلة. اللي يكرهها يعني. والناس دي برضه يا جماعة عشان لو بدل ما تقيدوا كل شوية ولاعة تقيدوا شوية كل شوية على كبريت تبقى دي أيدة. ما تخافوش خالص. تبقى أيدة ومطية تسلكوا بابور تسلكوا بيها. تبقى أيدة عادي كده. والناس كل دي بتاع كل دي بتاع أجدادنا. بتاع أجدادنا وأبونا وأمنا وعمتي وبنت عمتي وابن كل دي وابن عمي كل دي بتاع زمان دي البوابير دي. اهالينا كلها كانوا عايشين من البوابير. لما بقى
سكنوا شقق بقى وفيها غاز وفيها معاصي والدنيا اتطورت بقى، نسيوا بقى، نسيوا الحنية بتاعت زمان اللي كانت بنتلموا حوالينا، بتاع بطاطستين نتلموا حوالين كوباية شاي على البابور ده، كنا بنتلموا، كنا نقعدوا نتلموا ونفرحوا أوي إن إحنا نولع البابور عشان نتدفى ليل ونهار. دافي غير دافي، كنا على طول بنحب نولع البابور، بنرتاحوا لصوته، بنرتاحوا لأصوات البابور. كان عندي ابني يقول لي ولع البابور عشان أعرف أنام، والله العظيم كان بيحب ينام على صوت البابور، ولما يروح في النوم أوطي بقى عشان يروح في النوم بقى، يصحى ما يلاقيش فيه وش، يقول لا لا خليه يعمل وش، خليه يعمل صوت، خليه يعمل صوت. اروح مديله نفس، اقول له اهو عملت لك صوت اهو، واديله نفس عشان ينام عليه. كان يقعد يعيط على يقول لي ولع البابور عشان اعرف انام، اقول لهم جاب يلا ناموا، ولع البابور يدخلوا في الاوضه. البوابير دي كانت الدفى بتاع القلوب والحنية، البوابير دي كان الدفى، قلوبنا كانت دافية، كانت زمان دي كانت بتدفي القلوب كده، والكلمة الحلوة والكلمة الطيبة. كانش فيها زمان حقد ولا غيرة، ولا دي غير من دي، ولا ده ينكد من دي، ولا ده يتضايق، ولا ده يقول لي ده عندي ولا ما عنديش، لا كان كلنا ننبسط يعني ده عنده بنبسط، ده قريبي عنده بنبسط له بفرح له، اخويا عنده بفرح له. دلوقتي يقولوا ده جاب ما اعرفش ايه، ده عنده كذا، لا ربنا يسهل لك جيب زيه، ربنا يسهل لك ويرزقك، بس ما تبصش لغيره، محدش يبص لغير التاني، محدش يبص للتاني. خلينا كده قلوبنا دافيه زي زمان، والحنيه بتاعت زمان، واهالينا معلمونا الحنيه. كان تربيه زمان كانت الحنيه ما بتنشريش، ولا الطيبه بتتشرب. بدينا انه فصل الزواج، اهم شيء الصحه، اهم شيء الصحه والعافيه، وانتوا ترجعوا ايام زمان وايام الحلوه. المهم نشيلوا كل حاجه وحشه من قلوبنا، نشيلوا الحق. لا عادي، ما كده كويس. كنا زمان البوابير دي نولعوها، اهالينا كانت تولعنا تدفي الاوضه، تدفي الاوضه ونعملوا شاي، نسخنوا اكل، نطبخوا عليه. كان زمان العمد، البوابير والطباخات محطوطه كده في الطباخات، مطابخ، يعزموا الناس يقولوا ولعوا البوابير يا اولاد، ولعوا البوابير عشان جاي لنا ضيوف. حل كل بابور عليه حاجه، بابور عليه ميه للحمه، بابور عليه ميه للفراخ، بابور عليه ميه للمكرونه، بابور عليه يعني بوابير مرصوصه كده. زمان اهالينا زمان كانوا كده. ما الناس بترجع لورا ولا كده؟ الناس لا والله، لا والله، ليه بقى؟ عشان الايام دي حلوه. لا والله العظيم، والله مش لاجل اي حاجه. انا بستعمل البوابير ديت عشان ما فيش غاز. ما عندناش، بنستعمله عشان ما عندناش غاز. الغاز لما هو بتخلص
طب نجيبوا غيرها فين دلوقتي؟ وعاوزين ناكله او نعمله لقمه. كنا جايبين لنا ريت جاز ب 10 جنيه ونولعوه ومننا ندفوا الاوضه ومننا نعمله لقمه للعيال. كانوا الفلاحين زمان بيولعوه ويغلوا عليه الغسيل. يغلوا الغسيل، غسيل الهدوم، سخنوا ميه للهدوم. يسخنوا ميه للهدوم على البابور، لا ولا على البابور يغلي الهدوم ده لما الهدوم البيضة تبقى مبقعة ولا يغلي الهدوم ده يغليها وهي تنضف. تروح جايبة الحلة أو صفيحة وحطها على البابور. ما كانش فيه غسالات ولا الكلام ما كانش يبقى بيغسلوا على قدامه. كانوا يغلوا المية ويحطوا الفارينة الداخلية البيضة بشوية ربس شوية قوم ويغلوها كأنها تغلي ويقلبوا ويطلعوا ويحطوا غير ويطلعوا ويحطوا غير. إيدي أخشي؟ لا أخشي بس سوى يا دودي يا عسل، سوى يا عسل نطلعه فيه. ويا جماعة والله الحمد لله ربنا يدينا الصحة ويقوينا. الفترة دي متهيألي. قولوا بقى بنتي كانت بتعمل محشي كان معاها وطبخ. بنتي بقى كانت عاملة حلة المحشي اللي هي منورة على البتاع دي. بتقشر معاها بطاطس. بتقول ياما كنا عملنا محشي خلاص. يلا يا حاجة بكرة بقى إن شاء الله. بس كده يفكروا أنا بحب المحشي. أنت وخرطت الطماطم كمان وقرنين الفلفل عليها كده. أسخلك يا ياسمين؟ أسخلك تاكل؟ أسخلك يا ياسمين؟ ولع اللهم صل على النبي. اللهم صل بس لازم تولع. بس خلاص خلاص. راح فين؟ يوطى؟ طب تعالى ما تمشي جنب البابور وتطلع بره بالهوا. تعال ياسمين حببوها حببوها. خد يا زلمة خربشك يا علي. بس يا ياسمين ولع البابور شوية يدفي الأوضة. يقول لها تمام ماشي. والله يا جماعة صباح الخير عليكم. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم خير. أحلى حاجة كوباية الشاي على البتاع ده. أنا شوف من متعود على الراكي على البابور والراكية. هي مهمتنا البابور والراكية. أنا أبويا زمان أقوم من النوم ألاقيه مولع البابور. أقول له يابا اطفي شوية. يقول لي خليه ده في الأوضة على ما تنام. اقول له ليه النار اي كده يابا؟ يقول لي ما اقول له ما يحصلوش حاجه. يقول لي ما يحصلوش حاجه. بقول ايه عامل كوبايه الشاي ويسخن عليه الاكل وأقوم مسخن عليه مي تحميني تغيريني على البابور دي. كانوا دمعيني عندنا البابور ده ما قطعش. ابويا اصلا هو سيد غريب كان بيصلح البابور دي. كان يقعد يصلح البابور دي يصلح البوابير ده اهي. كان الناس كانوا يقولوا
يجيبوا البابور يقولوا يا عم السيد البابور بيهون هنا، البابور بيهون من عند الزار، البابور بيهون من عند النفس، ويوضبوه. يقول لهم حاضر اوضبوه، يوضبوا له ويخلوه زي الساعة. يقول لك ايه؟ مخلوه لك زي الساعة. يقول له زي الساعة وناخدوه من هنا يبوس تاني، يقول لهم لا، وقالوا له يقولوا له ايه البابور بتخاف منك يا سيد غريب ولا ايه؟ يقولوا له البابور بتخاف منك يا سيد غريب، يقول لهم لا، يقول لهم هنا حلو وياك مولع جميل وناخدوه للأول بيهوى. يقول لهم ما بتعرفوش تولعوه بس. يقول لهم خلوا المكنة تسخن وتدي لها نفس وتبص تلاقي الولع كده. تعملوا عليها اكل وتعملوا عليها شرب وتعملوا عليها كل حاجه. كانت تقوم تولع وتسخن عليه الاكل. وكانوا على زمان كانوا بيغلوا عليه الماء الغسيل. يقول لك ايه نغسلهم وغلي سخن حله ماء على البابور ويحطوها بالغسيل ويمرشوا بها الغسيل. يغسلوا ويمرشوا. والله كان زمان يمرشوا الغسيل على البابور دي ويغلوا الماء عليه. لا والله بيعملوا على كل حاجة. ويدفي ويقعد يدفي العيال، نولعوا بقى كده يدفينا على البيت. لا هو بتهل ولا ولا حاجة. أمه تقول له إيه؟